مساء الفل يا شباب. ده جي 120 اتش. بعد ما ادينا له روم كومبيشن عشان كنا بنتخطى جيميل جوجل، طلعت لنا كارثة جديدة ان في مشكلة في الروم الكومبيشن ده، يخلي الجهاز على الشاشة دي بيقطع سوفت ومش راضي يقبل معانا. فاحنا لقينا حل على سبورت واليتك، ناس محترمة يعني. فاتنا ملف صغير جدا هو اللي بيعالج الموضوع ده. فاحنا هندخل الجهاز على الداونلود مود دلوقتي وهنبدأ نديله الملف. خليكم معايا لحظة. احنا حطينا الجهاز على الداونلود مود ونخش على واجهة ايدين مسلم او الايدين العادي او اي حاجة يعني، واخدنا الملف اهو. هنشوف بقى الجهاز هيعمل ايه، هيفتح الواجهة اللي هي الخضرة دي تاني ولا يفتح عادي. اهو ابتدى يفرمت اهو، ده كويس جدا. ملف سحر يا جماعة على سبورت واليتك، ناس محترمة وانا معاهم من زمان. حاجة يعني حاجة محترمة يعني، زي فريق حلب تك كده، حاجة برضو محترمة. كده الجهاز هيفتح معانا ان شاء الله من غير ما يعمل اللوجو الاخضر ده. مش عايز اقول لكم المشكلة دي كانت عاملة له صداع. ملفات اديله روم 4 ملفات اديله، كل اللي ممكن تتخيلوه عملته وما كانش راضي غير الملف ده الوحيد اللي هو اشتغل معاه. فتح معانا يا جماعة اهو، مفهوش اي مشكلة طبعا بعد غلبة كتير يعني. بس فانا حبيت اوريكم الفكرة فيديو باينة يعني. حبايبي يا رب اكون افدتكم.